سيادنا السلام عليكم. بلا 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 تقرقير، اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي طيبوا غلاله. تجربه سهله زوينه من بعد ما كنجمعوها من الغابه ونجمعوها من الشوك، حيت هي غالبا كتعيش في الشوك. كنحطوها في هذا البانيو هذا وكنغطيوها بشي حاجه لانها خطيره. غلاله كتسرح بواحد الشكل كبير، كنديروها في هذا البانيو هذا وكنخليوها تصوم على اساس باش تحيد منها كاع ديك الشيء اللي كلاتو. ولكن المشكله ديالي مع هاد غلاله الله يحضر السلامه، هي سرحات وخرجت ليا من البانيو، سرحات ليا في السطح كامل، راه كلات ليا النص في المرطوب. تقول باغا ترمي الضاله. انا ما فهمتش هاد القضيه علاش ومنين خرجات دابا هذه هي المشكله. منين خرجات المهم الله يحفظ وصافي. بغيتها انا تصوم، صدقات واكله النص في الحيط. المهم في يد الله وصافي. غادي نجمعوها انا مع سيدي وغادي نحطوها في هذا البانيو هذا من بعد ما صامت، وغادي نديوها باش نغسلوها. وتابعوا معنا الشريط وتابعوا معنا الوقائع، والله يحفظ مع الله يستر الخوت. وهذه هي الطريقه ديال الغسيل ديال الغلاله. كنحاولوا نجيبوا جوج بياسات، بانيو ولا طوارو ولا المهم جوج قوامل. المهم ضروري ما يكونوا عندنا جوج من الحوايج. هذيك غلاله في ذاك البانيو كتكون دايره بزاف ديال الزبل، خصها تحك مزيان وتغسل وتنقى. عاد كنحطوها في هاد الطاسه هذه، كنعزلوها كامله ونحطوها، ومن بعد كنخويو داكشي كامل اللي كان بقى في القرقاره باش ما يبقاش، لان راه كارثه هاد الغلاله هذه. الصيام ديالها راه كارثه. كتجيبوا جوج قلت لكم كامله ولا طاسه. المهم الطاسه نكبوا عليها الماء كتحك. راه خاصك تهردها، ماشي سهله باش انك تغسل الغلاله. راه خاصك بشويه لازم تمشي تهرسها. ونولوا دراري اصلا هما تهرسوا ليا شي شحال من وحده تهرسها. هي بصراحه هاد الغلاله اللي جبت انايا خاصها ماشي الغسيل 7 المرات ولا 8 ولا شي حاجه. انا طاحت عليا واحد الفكره، قلت علاش اجي نديها ونغسلها في ماكينه الصابون، تجيني زعما مزيانه. نديها تنقى مزيان، تفرك وتشلل وكل شيء. ولكن حفظ الله والقضيه ديال هاد الغلاله ولا بالفرنسي كيف كيقولوا لها الببوج، راه ماشي سهل باش تطيبها. راه صعيبه في الطياب ديالها، وصعيبه حتى في الجميع ديالها، وصعيبه في الغسيل ديالها. يعني الا كنتي غادي تجمع بعدا غلاله وكنتي غادي تقلب عليها في وسط الشوك في وسط الربيع، راه يدك بعدا كتهرد، لانك مع كتقدر تجبد شي غلاله تقرصك شوكه ولا تضربك شي حشره، ولا انت فاش كتبغي اصلا تبغي تحنى باش تجبد غلاله ما تشوفش واحد العود صغير يقدر يتخيلك في عينك. يعني راه صعيبه، هي مسؤوليه صعبه. يعني غلاله وفاش كتجي كتغسلها راه بالطريقه خصك حنينه، خصك توصلها بطريقه حنينه وتحكها بطريقه حنينه تقلبها من هنا لهنا بطريقه حنينه. يعني ماشي غير اجي وغسل هاد الغلاله هذه. ونخليكم مع هذا الفيديو هذا باش نمشيو للمرحله المواليه. من بعد ما سالينا الغسيل ديالها كنحطوها كيف قلنا في هاد الجميله، نغطيوها. واهم شيء عباد الله راه كاين اللي كيدير شي جريمه، كيدير الماء وكيلوحها هي وكتبقى تسخن في داك الماء. راه صعيب الحال. حنا كنخليو الماء حتى كيغلى، كيولي يغلي مزيان الماء. يعني اللحظه اللي كتلوح فيها غلاله تموت. هذه هي الطريقه. اللحظه اللي كتلوح فيها غلاله كتموت في البلاصه، كتسناش تبقى ترطى مسكينه بهذيك السخونيه. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنلوحوا غلاله. راه مهمه هذه. كتشد شويه طق كتلوح، كتلقاها فشفشت كشكشت تمرمدت الله يرحمها ويوسع عليها. صافي في البلاصه كتموت في هذاك الماء المغلي، وما كنديوش ذنوبها حتى هي كتموت طبيعي مزيان. احنا نبقاو غاديين ومن موراها نوريكم شنو كندير من بعد. هنا هذيك غلاله منين كطيب، ملي كيدخل معاها السخونيه كتولي تطلق واحد الرغوه. ديك الرغوه راه ما عندنا ما نديرو بها، كنعزلوها ونحيدوها. حيت داك الشيء غير زيت، نحيدوها كامله ونقيوها باش ما تبقاش فيها لا بحال قلتي زفر حتى كتولي لينا بيضه.
ايوا ديك الساعه كنكونوا شرينا العشوب ديال غلاله. اللي عزيز عليه الحار راه كيكثر من الحار، اللي ما عزيز عليه راه يديرها جوج مزاود فيها بزاف ديال العشوب. راه كتمشي لعند العطار كتقول ليه عافاك عطيني العشوب ديال غلاله، راه هو راه عارف كيعزل لك 10 دراهم راه كتجيب لك هذا الشيء هذا 15 درهم. المهم نتايا على حساب الجهد اللي بغيتي. يا صافي كتحطها في ديك القويميله وكتخلي نعم سيدي داك الشيء يطبخ على خاطرو، ونتلاقاو في المرحله الجايه. هاد المرحله هادي ضروري ما كنطلعوا عليها، ضروري ما كنطلعوا على الغلاله ديالنا، وكنحركوها مزيان باش كنشوفوا، لانها كتقدر تطبخ تدفق تما كتوسخ لينا الكانون ديالنا شويه، وكنشوفوا واش خدات اللون ديالها. هاكا كنبقاو نقلبوا شويه بشويه حتى كتعطينا النسمه ديالها، وتكنوليو نشموا الريحه ديال الغلاله ولات في الدار، ولا اللي داز كيقول لك هادو راه كيطيبوا غلاله وشويه علينا. المهم راه غادي مع المده نوريكم كيفاش كتنقى وكيفاش كتغسل. ايوا وندوقوها نشوفوها كي دايره من ناحيه الملح حروره. ويا سلام، راه ما نعاودش لكم واحد غلاله مي. وبالصحة والراحة والشهية طيبة. المهم اللي بغى نطيب مع غلالة ولا اللي بغى شي حاجة يتصل بيا في واحد الرقم ديال 19 ولا 15، هادو راه نجي هديك الساعة نعاونو نوري كيفاش يطيب غلالة. خليو لي التعاليق، خليو لي الكومونتير هما التعاليق، لا جي بارطاج ديك اللعيبيتيكات كاملين. وتحية طيبة والسلام عليكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.